السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم جوهرة. نتمنى ربي تكونوا كاملين بألف خير وفي تمام الصحة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أروع وآلات غراتان بالخضر وبالأساس البروكولي أو القمرون أو الكروفيت. كيجي لذيذ هكا، حضريه كوجبة عشاء، فرحي به الأسرة ديالك ووليداتك، والأهم أنه صحي ولذيذ. نخليكم مع الوصفة، فرجة ممتعة. ونبداو بسم الله على بركه الله. كناخذوا البطاطا من بعد ما كنكون وصلناها ونقيناها، كنقطعوها دوائر على هذا الشكل ونوضعوها في ماء مملح، نخليوها تسلق على جنب. كناخذوا واحد المقلاة كنوضعوا فيها بصله تكون مشلضه رقيق، ونشحروها بشويه الزبده والزيت، زيت زيتون او زيت مائده اللي كتفضلوا واللي متوفره عندكم. وكذلك فلافل الوان، انا كانت عندي متوفره فقط اللون يعني الفلفله الحمراء، وتنشحروها. وكذلك كنضيفوا البروكولي من بعد ما كنكونوا سلقناه وبردناه في الماء مثلج باش كيبقى محافظ على اللون ديالو. بالنسبه للتوابل غادي نوضع الملح والابزار او الفلفل الاسود وسكينجبير او زنجبيل والاعشاب المنسمه اللي كتفضلوا نتوما، وكذلك واحد رشه او حكه ديال جوز الطيب او الكوزه كتعطي واحد النكهه، واحد النسمه زوينه. وضيفوا اي اعشاب منسمه عندكم اللي كتفضلوا. صافي من بعد ما كنشحر كنضيف الكروفيت او عفوا شي الكراميل، كروفيت او القمر من بعد ما كنكونوا نقيناه. وكما كتعرفوا هو ما كياخذش وقت في الطياب، فدغيا كيطيب. كنشحروه مع داك الخضيره. وهنايا كنضيف واحد المستحضر خاص بالكراتان ديال البطاطا، كيكون فيه بطاطا بودره مع الفرماج. فيمكن لكم نتوما تعوضوا هذا المستحضر بالفرماج الحمر فقط، ولا اي نوع جبن عندكم. الدور ديال هذا المستحضر غير باش يتعقد لنا هاد المكونات وتجي معلكه، فانتم اكتفيوا فقط بالفرماج. وهنايا كنضيف الكريمه السائله الخاصه بالطبخ وصافي. وكنضيف في الاخير الفرماج، اي نوع جبن عندكم، موتزاريلا، البارميزان، المهم اللي متوفر عندكم باش كتجي داك التعليكه، وحتى المذاق كيجي لذيذ. صافي من بعد كنستف كندير طبقات في المول ديال الكغاتان، كنوضع داك الخضار مع داك الكروفيت وصلصه ديال ولا كريمه ديال الطبخ مع الفرماج، انواع الجبن اللي متوفره عندي. والبطاطا راه كتكون منسمه يعني فيها الملحه، فهي غادي تشرب هذوك المكونات او داك التوابل اللي شحرنا بها داك المكونات الاخرى ديال البصله والخضار والكروفيت. فكل شيء غيتخلط مع بعضه وكيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. صافي كما كتشوفوا الطبقه ديال الدوائر ديال البطاطا كيجيو الوسط، وهاد الصلصه ديال الخضره مع الكروفيت كتجي تبقى لتحت وتبقى الفوق وتزين، ولا المهم على حسب الذوق ديالكم. المهم هي هاد المكونات راه كتنسجم وكتواسف مع بعضها وكتعطي مذاق لذيذ بزاف. والاهم ان هاد الكراتان صحي بزاف وسهل دغيا كيتحضر، كتحضروه للعشاء وصافي. ترشوا فوق منه الفرماج وتدخلوه الفران يكون سخون، غير يذوب الفرماج ويتحمر، وخرجوه وتناولوه بالصحه والراحه. نتوما كيما كتشوفوا جا غزال، جا محمر، وواحد الريحه طالعه منه يا سلام، ما تشبعوش منه هاد الكراتان. اكيد حتى وليداتكم غادي يحماقوا عليه وغيولي معتمد عندكم. نتمنى هاد الوصفات تنال الاستحسان ديالكم وتجربوها علاش لا، وتردوا عليا الخبر. ما تنساوش تفاعلوا مع الفيديو بلي لايك ديالكم وتعاليقكم المحفزه، وتبارطاجيوه في مواقع التواصل باش هكا تعم الفائده. والا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.